الأول بسم الله الرحمن الرحيم. معكم كريم حسين من صفحة الآسف الرئيس. احنا نسقنا مع الوقت الكويتي عن طريق هيئة الدفاع، قدرنا ان احنا نتوصل لأرقامهم في السعودية في الكويت، في دولة الكويت، وحصل أكتر من اتصال تليفوني وتم الاتفاق ان هم ينزلوا معانا في النهارده قبل الجلسة اليوم، واتفقنا معاهم ان احنا نعمل لهم مؤتمر صحفي كبير يليق بأبناء مبارك في الكويت وأبناء مبارك في مصر. هو أبناء مبارك في الكويت أبناء مبارك في الكويت يعني مالي أطلقوا على نفسهم اسمه. أولا يا فندم، كل من يقدر الرئيس محمد حسني مبارك واحترامه هو ابن من أبنائه. يوجد شعبة كبيرة جدا من مؤيدين الرئيس محمد حسني مبارك في دولة الكويت، قد أناب عنهم المحامي الأستاذ فيصل العتيبي ليرسل رسالة إلى الشعب المصري بالأخص والشعب العربي بصفة عامة، إن الرئيس محمد حسني مبارك له محبين في جميع الدول العربية. الرئيس محمد حسني مبارك لم ولن يكون صدام حسين آخر. يجب على الإعلام وعلى الصحافة أن يتحرك دقة في كل خبر ما ينشروه بخصوص مؤيدين الرئيس مبارك. هم يأكدوا على تعاطف وتكاتف الشعب العربي وراء الرئيس محمد حسني مبارك، تكذيبا لكل الإشاعات وكل الأخبار الغير صحيحة عن الرئيس مبارك. سؤال، يعني أنت ليه بتقارن ما بين حسني مبارك وما بين صدام حسين؟ لأن لا، مفيش فرق يا فندم، هي فرق في المعنوي ولكن الجوهري واحد. صدام حسين دخل المحكمة ودخل السجن. ومين قال لك ان يا فندم ان ما يحصلش دلوقتي احتلال فكري؟ مين قال لك ان ما حصلش؟ ليه ما حصلش نوع من انواع المؤامره على مصر؟ مش شرط الاحتلال. فاهمين زي حضرتك؟ نحن نقارن بين الرئيس الوحيد الذي دخل السجن وحكم واعدم رئيس صدام حسين، وبين الرئيس محمد حسني مبارك الذي حارب وخاض 3 حروب من اجل وطنه، خسف المعركتين وفاز في الثالثة. فكان يجب علينا أن نحترم تاريخه العسكري وتاريخه لما أتناه من عمره في الدفاع عن الوطن. إلى جانب ليه بقارن بين الرئيس صدام حسين والرئيس محمد حسني مبارك؟ زي ما قلت ان هم دول الرئيسين اللي اتحكموا، ولكن الاول كان بسبب امريكا، اما الثاني بسبب ولاده ابناء وطن. نعم، انا اعتقد ان هم انت يعني انت ليك وجهه نظر ويجب ان الناس تحترمها. الرئيس محمد حسني انت ليه تصف وجهه النظر الثانيه بالمؤامره؟ يعني انا لا اقصد بدل التحرير او الثوار الحقيقيون. الرئيس محمد حسني مبارك هو اول من ايد مطالب الثوره، واول من خضع لها، واول من نفذها. الرئيس محمد حسني مبارك هو من اقال العدلي، هو من اقال حكومه نظيف، هو اول من استجاب للمحاكمه. الرئيس محمد حسني مبارك كان طوال 30 عام ينادي بالسياده القانونيه، وهو اول من استجاب لها. مين اطلق؟ انا بس بسالك، احنا عايزين نوصل لصيغه، احنا في الاخر مصريين، فيعني عايزه الاقي اي حاجه مشتركه في الكلام معاك. نحن مع يعني مين اللي اطلق بقى؟ يعني مين اللي وافق؟ هو ما خدش قرار ضرب الرصاص على الموضوع. مين اللي وافق على حاجه زي كده؟ خلونا نعترف ان يوجد 150 شهيد من وسط 85 مليون. لو كل ضابط، كل عسكري عندك في البلد 3 مليون مجند، كل رشاش يبقى فيه 36 طلقه، كل طلقه بالظبط في 8 طلقات. لو كان عندهم امر باطلاق النار كنا نعتقد ان عدد القتلى كان في الالوفات، ونقتدي بمثال القذافي ونقتدي بمثال بشار الاسد. نحن نثق تماما ان الرئيس محمد حسني مبارك لم يعطي امر باطلاق النار. تقتدي بيهم عشان هم بيقتلوا شعبهم؟ انا لا يا فندم، مش بقتدي. لا يعني هو هقول لك، انا بدي مثال للحاكم اللي بيؤمر باطلاق النار، مش بقتدي بيهم. لا، انت بتقتدي بيه انه احسن منهم، انه ما عملش كده في شعب، هم اطلقوا ولم يصدر امر باطلاق النار. مش القاعده بقى ان الناس تقتل شعبها فهو كده احسن منهم. انا لا مش بدخل تفريق، انا بدي حضرتك مثال يوضح للقارئ او المشاهد الفرق بين واحد ادى الامر وواحد لم يعطي الامر. اولا يا فندم احنا قلنا الساعه 6. الوحيد اللي نشر اخبار مصر اليوم السابع ونشر الساعه 5. احنا قلنا الساعه 6. هي بس للاسف الشديد الصحافه كلها بتجري ان هي تطلع سبق صحفي بدون استحاله الدقه. احنا قلنا الساعه 6 الى جانب ما فيش تنظيم، بالعكس كل واحد في مكانه. مش سبق صحفي بالنسبه لي ان المؤتمر ما طلعش في ميعاده خالص. يعني اعتراض مننا على عدم احترام الميعاد مش اكتر. لا يا فندم، اولا يا فندم ناس محترمين جدا،
لا خد بالك من حاجه، في فرق ما بين ان انت المحترم. لو احنا محترمين عادي جدا يا فندم، ولكن العطل ده يا فندم عطل خارج عن ارادتنا مش معنى كده انتوا ناس مش محترمين، بس ما تقولش الكلام. ما هو حضرتك يا فندم يعني السؤال مش مظبوط. لا عدم احترام الوقت غير عدم احترام الشخص. عدم احترام الوقت ينم عن عدم بص اقول احترام لك على الشخص. حاجه، اقول لك على حاجه كده، يعني مش عشان احنا مختلفين في الراي لا وده اصل واضح. حضرتك يعني واضح انك واخده جنب قوي جدا، مش واخده جنب وعادي جدا. ماشي، بس انا ما احترام غلطتش المواعيد؟ فيك عشان انت بتقول عدم احترام المواعيد على فكره. انا في بعض الاوقات ما بحترمش مواعيد. مش فاكر، انا ما غلطتش فيك، حتى لو انا رايي مختلف معاك انا بتعامل معاك، بقول لك انا عايز اوصل معاك للصيغه. حضرتك اسئله معينه مش يعني عدم انت اللي بتقول، ما انت اللي بتقول الساعه تجري ولا سابق صحفي، انا بالنسبه لي مش سابق صحفي ان اقول ان انتوا اتاخرتوا في ميعادكم. لا يا فندم، لكن في ميعاد محدش يلتزم بيه. لا يا فندم، اولا ميعاد الحملات كان الساعه 6، هيبتدي المؤتمر انا لما سالتك اول ما جيت، انا لما سالت، لا ثواني انا لما سالتك اول ما جيت، ثواني انا لما سالتك اول ما جيت قلت لي 5:30. اول ما جيت ساعه ما انت خدت رقمي قلت لي 5:30. قلت لي 5:30. 5:30 تحب تقعد 6 المؤتمر يبتدي. انت قلت لنا هنبدا 5:30. حضرتك هو انت كنت بتقول لي 5:30. لا انا جاي هنا من 5:15. انا جاي هنا 5:15. بص مش هنختلف على حاجه، بس انا بقول لك ما تقولناش حاجه. لا انا انت بقول بتقولي عدم احترام مواعيد يا فندم. عدم احترام مواعيد طبعا. لا مش عدم احترام مواعيد ازاي يا فندم؟ وعدم احترام مواعيد مش معناه الناس مش محترمه. لا معلش يا لكن فندم، في ميعاد ما تسالش كده يا بيه. فندم، ما تسالش كده يا فندم. لا انا ده اسلوبي. لا الاسلوب ده ما هو معلش يا فندم، حتى الاسلوب ده اسلوب خاطئ، انا ما اعترفش بيه. بص اقول لك على حاجه، احنا يعني جايين كل واحد جاي لهدف معين، مش جايين ننظر على بعض. لا حضرتك انت جاي يعني مثلا انت الله اعلم بنيتك ايه. لا انت ماشي، الله اعلم انا جايه الله اعلم بالنوايا في الاخر. الله اعلم بالنوايا. تغطيه يا فندم باسلوب انا اتقبله من حضرتك، مش تغطيه باسلوب حضرتك. لا اغطيه بالاسلوب بتاعنا، ده شغل انا. ده شغل انا. لا يا فندم، تكتب عني حاجه مش عجباني، مش من حقك. لو كتبت عنك حاجه سب وقذف ارفع قضيه عليا. ارفع قضيه عليا. حاجه عن المؤتمر تمثلنا كلنا. طب لو كتبت معلومه واحده غلط، انت ليك حق الرد، ماشي. لو كتبت معلومه غلط ترد. بس يعني لازم برضه اسلوب الكلام يبقى مختلف عن كده. على فكره اسلوب محترم جدا، ما كنتش اي حاجه. مش الغلط بالكلام يعني. انت يا فندم انا مش عايز اسجل، فممكن